اخي تحاسب. يا اخي انت ماشي اعمي. ايه الناس اللي ماشيه دي تمام عمية النظر. كمان انت اللي موقعني وسطتني ومش عاجبك. ويا يعني سطيتك يعني، وبعدين انت اللي ماشي تمام مش واخد بالك. ما تاخد بالك يا اخي، وبعدين الطريق ضيقي. طيب روح يا ابوي، روح الله يسامحك، الله يسهل لك، روح. الجو مولع، تعرف لو كترت في الحديد هنزل اخد راسك بالمنجل. ليه اما الفروجه تاخد راسي؟ يوه وقعدك مقندلي. لا ده انت عاوز تتربى. اها هي في مالك. هي يا اخي انت، هي ما عندكش رحمه خالص. هي هتزقه هتوقعه يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. انت الافتراء ده مش هتبطله ولا ايه؟ الافتراء ده مش هتبطله. اتق الله يا اخي، ولا عشان هو راجل غلبان خلاص على كده هنفتروا عليه ونمرمطوه في الارض. زي بعض يا اخي، زي بعض. يا اخي ده لو ما كانش راجل ابن بلدك وجارك يا اخي كنت عملت ايه؟ انت على كده على طول كده شوكتك واقفه ولا ما حدش عاجبك؟ لا لو انت عافي في اللعفه منك. فيا ريت يعني ما تتكبرش ولا تفتريش على حد. يا اخي جات له سطه خلاص يسكت. وبعدين يعني انت اللي جابوك المحامي بتاعه؟ لا ما جابونيش محامي ولا حاجه، بس السطه اللي انت هتقول عليها دي، وكمان انت الغلطان باين عليك. فكان نزلت وقلت له حقك علي وصلحت الراجل. ما فيهاش حاجه والله. مش تنزل من على حماره ونازل عايز تضربه ليه؟ لو كمان بيقول لي قال انزل اخد رقبتك بالمنجل. ياخد رقبتك بالمنجل ليه امال؟ الناس معاك فروج ولا ما يكونش فروج عشان تاخد رقبته بالمنجل؟ يا راجل ابو عليك، ده انت كبير. زي بعضه يا ابوي، حقك علينا زي بعض. هي الدنيا كده دايما تلاقي القوي يجي على الضعيف، وانت مش ضعيف ولا حاجه. بس الناس اللي هتشوفك ده ولا فروج ولا نسكوفي. خلاص يا عم، ده مش زقه دي اللي زقتها له، هتفتحوا لي محضر. عموما حقك علي ومعلش ما جيش ابص على راسك. طب وفيها ايه يعني لما تيجي تحب على راسه؟ عياب ولا ما يكونش عياب؟ هي المشكله يعني ده حتى عشان ما يكونش في بينكم عداوه ومشاكل. ما فيهاش حاجه والله. لو الناس عاشت جنب بعضيه في حب وسلام الدنيا هتبقى فل الفل. طيب خلاص هناجي نبص على راسه اذا كان هو زعلان. حقك علي يا عمي، حقك علي. واه ده الحمارة طارت يا ابوي. سلام. روح يا ابوي يكشي ما تلقاها يا شيخ. هي التسامح حلو يا واد، التسامح حلو. هي دي زي بعض يا ابوي، حقك علينا زي بعض. ما فيهاش حاجه والله لو الناس كلها عاشت في تسامح ومحبه زي بعض. توكل على الله.